السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على كل متابعي الكرام. الفيديو اللي معنا النهاردة هنتكلم فيه عن الفنان مظهر أبو النجا. فنان جميل كلنا عرفناه وحبيناه. مظهر أبو النجا شارك في عدد كبير جدا من الأعمال الفنية اللي طبعا كلنا حبيناها وسمعنا إنه كان متألق جدا في كل عمل بيقوم بيه، وتنوعت أعماله بين المسرح والمسلسلات وكمان السينما، ووصل عدد أعمال الفنان مظهر أبو النجا 130 عمل فني، وشارك مع عدد كبير جدا من النجوم. النهاردة هنعرف تفاصيل عن جملة مظهر أبو النجا الشهيرة، وهي يا حلاوة. الفنان مظهر أبو النجا كان أول عمل فني يشارك فيه كان فيلم شياطين للأبد، ده كان إنتاج 1974، وهو كان بطولة عادل إمام وناهد شريف وصفاء أبو السعود كمان. وأثناء تصوير الفيلم طلب منه المخرج بهجت قمر إنه يختار 4 جمل من الجمل اللي هيوريهم له علشان يقولهم في الفيلم، واختار مظهر أبو النجا من الجمل دي يا حلاوة. وكانت الجمل دي يا لهوي ويا خرابي ويا حلاوة. واختار مظهر أبو النجا فعلا، وكان اختياره صح، لأنه اختار الجملة دي وبعد ما قالها في الفيلم بقت إفيه مشهور جدا لمظهر أبو النجا، لدرجة إن الجمهور لما بيقابله في الشارع بيقعدوا يتكلموا ويضحكوا معاه ويقولوا له يا حلاوة. وبدأ مظهر أبو النجا لما شاف الجملة دي انشهرت جدا واشتهر بيها، بدأ يقدمها ويقولها في مجموعة كبيرة جدا من أعماله. وأكد مظهر أبو النجا في أحد لقاءاته إنه راضي جدا عن مسيرته الفنية، لأن في بعض كبير جدا من الفنانين في نهاية حياتهم ما بيبقوش راضيين عن أي عمل فني يقدموه، لكن مظهر أبو النجا قال أنا راضي عن مسيرتي الفنية. دلوقتي هنتكلم عن وصية مظهر أبو النجا علشان الفيديو ما يطولش عليكم النهاردة. مظهر أبو النجا طلب من الحاجة نجاة شقيقته إن تكون مراسم الجنازة في هدوء تام وما تكونش فيها أي حاجة ملفتة للنظر، لأن في فنانين كتير جدا بيعملوا شو أثناء الجنازة. لكن طبعا هو طلب من الحاجة نجاة شقيقته إن تكون الجنازة عادية خالص وبسيطة، وكمان يدفن في مقابر العائلة بجوار والدته ووالده. والفنان مظهر أبو النجا قبل ما يتوفى فترة كبيرة جدا دخل المستشفى لأنه اتوفى بسبب فشل كلوي، وكان داخل مستشفى خاصة، ورحل عن عمر يناهز 76 عام بعد صراع مرير مع المرض فشل الكلوي. وتنبأ مظهر أبو النجا، وده الغريب جدا إنه تنبأ بوفاته قبل وفاته بفترة، وأوصى بالوصية اللي احنا قلناها دي. وكمان الفنان مظهر أبو النجا من ضمن أصدقائه المقربين جدا للفنان سيد زيان، وكمان 2 من النجوم اللي احنا كلنا بنحبهم كان الفنان سيد زيان وسعيد صالح، وكمان الفنان يونس شلبي. ويونس شلبي وسيد زيان وسعيد صالح لما توفوا كانت ابنة الفنان مظهر أبو النجا قالت إنه كان حزين عليهم جدا، لأن دول كانوا أصدقائه المقربين، وخاصة سيد زيان لأنه وقف جنبه وهو مريض قبل وفاته. ولما توفى سيد زيان زعل جدا لأنه كان بيعتبره صديق عمره، وشارك معاه في عدد من الأعمال، أعمال كتير جدا جمعتهم مع بعض. وتوفى الفنان مظهر أبو النجا. وطبعا احنا قلنا ان احنا هنتكلم عن حياته الفنية وكمان الشخصية، وهنكمل عشان الفيديو ما يطولش، هنكمل في حلقة جاية. بس قبل ما نخرج ياريت تدعموني بلايك للفيديو وكمان اشتراك في القناة، وما تنسوش تفعلوا الجرس على الكل علشان يوصلكوا كل جديد وحصري من القناة. دمتم في رعاية الله وأمنه.